السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الحجازية الاسكندراني بطريقة سهلة. جبت كوباية، حطيت فيها معلقة خميرة، معلقتين سكر، واحط كمان نص كوباية مية دافية، وهقلب كويس قوي واسيبها بقى تختمر. هنا بقى حطيت معلقة كوبايتين دقيق بسبوسة، عليهم كوبايتين دقيق ابيض ورشة ملح، وهقلب كل المكونات دي كويس قوي مع بعض. وهجهز معايا بقى كوباية سمنة على زيت ذرة. انا حطيت 3/4 سمنة والربع زيت ذرة. طبعا السمنة تكون يعني بلدي، يحبذ يعني ان هي تكون بلدي عشان بتديها طعم حلو قوي. هقلب بقى كويس قوي مع بعض، وابتدي بقى ايه، اعجن بايدي كده. انا هبسها لحد ما احس ان السمنة خلاص، الدقيق شرب السمنة كلها وبقى عامل زي الرمل المبلول كده. كده تمام. هجيب بقى الخميره، بصوا ما شاء الله اختمرت ازاي. خلاص كده تمام، احطها واعجن. ومعايا كوبايه ميه دافيه، هعجن بقى بالراحه، يعني احط حبه 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 عشان ما احطش الميه كلها، لحد ما تتكون عندي عجينه آه يعني ملمومه كده وتقدري تشكليها. هسيبها بقى تغطيها واسيبها ترتاح. هاجي هنا بقى اعمل الحشو. معايا نص كوبايه دقيق بسبوسه، عليه نص كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر. معاهم بقى معلقة كاكاو، معلقتين قرفة. تقدروا طبعا تستغنوا يعني عن الكاكاو لو مش عايزين، بس طبعا القرفة هي من المكونات الأساسية. حطيت كمان بقى زبيب، جوز الهند، حابة تحطي مكسرات براحتك. قلبتهم كويس قوي مع بعض، وحطيت بقى ايه يعني حبة مية صغيرين قوي، يعني معلقتين كده، بحيث ان انا برضو اوصل دي ان هي تكون زي الرمل المبلول كده. انا جهزت كمان الحشوة عشان ايه تبقى كل حاجة، كل مكوناتي جاهزة اهي. تمام قوي. حطيت عليها معلقة عسل ابيض وقلبتها كويس. جبت هنا بقى ايه صينية، دهنتها طبعا سمنة، وحطيت عليها رشتها كده بدقيق البسبوسة، وفردت كده نص الكمية بالشكل ده اهو. ولازم اعمل لها كده جناب عشان الحشوه ما تخرجش بره وتلزق اهو. وحطيت بقى الحشو، وهبتدي احط بقى الجزء التاني بقى تقدروا تفردوه زي ما انتوا عاوزين، بس انا هنا فردته على كيس تلاجة عشان اعرف ان افرده على العجينه من فوق اهو بالشكل ده كده. فردته يعني في مساحه الصينيه اهو. هاجي بقى هنا اروح قلباه كده، وابتدي بقى ايه اظبطه على قد ما اقدر اهو، لحد ما الحشوة دي كلها يعني تتدارى، ما تبقاش باينة اهو. هبتدي بقى ايه اقطعها. قطعيها بقى زي ما انت عايزة يعني، وزي ما تحبي. وتدخليها بقى ايه، طبعا انا كنت ولعت مشغله الفرن يعني. دخلتها بقى وطلعت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين حاجة بقى بجد. وهي سخنة حلوة قوي قوي قوي، وهي باردة كمان حلوة، بس وهي سخنة في الساعة اللي احنا فيها دي، عارفة حاجة حلوة بتاكليها وهي مش معسلة ولا بتضايقك ولا يعني بتجزعي منها. بالعكس انت بتاكلي بتحسي ان انت عايزة تاكلي تاني، وطعم القرفة فيها والريحة بقى تحفة. يا ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو اي حد عايز اي وصفة يا ريت يسيب لي في التعليقات، ويا ريت اللايك والشير كتير يا جماعة. وان شاء الله الوصفات تكون بتعجبكم، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.